السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابعين الأوفياء لقناة الشاشة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. بمدينة تطوان، وفاة عامل نظافة خلال أداء مهامه اليومية. توفي صباح اليوم الثلاثاء عامل نظافة بمدينة تطوان، وذلك أثناء مزاولته لعمله بأحد أزقة المدينة، في مشهد خلف حزنا واسعا في صفوف الساكنة ووسط زملائه في المهنة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الراحل المسمى قيد حياته علي كان يقوم بمهامه المعتادة في تنظيف الأزقة والشوارع، قبل أن يسقط مغشيا عليه بشكل مفاجئ. وقد تم إشعار عناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان حيث جرى تأكيد وفاته. وأضافت المصادر أن عم علي يعد من أقدم عمال النظافة بالمدينة، وكان يحظى باحترام كبير من طرف الساكنة، وذلك لما عرف عنه من حسن الخلق والانضباط في العمل، وفق شهادات متطابقة أدلى بها عدد من المواطنين. وقد خلفت الوفاة حالة من الحزن والأسى في محيط الفقيد، كما تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، معبرين عن تعازيهم الصادقة لعائلة الراحل، ومشيدين بالدور النبيل الذي تقوم به فئة عمال النظافة في الحفاظ على نظافة الفضاء العام. هذا وقد تم نقل جثة الفقيد إلى مستودع الأموات بمستشفى ساني ضرمل، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. إنا لله وإنا إليه راجعون، والرحمة والمغفرة لعم علي.